ويلا نحضر ليمونادة على الطريقة اللبنانية. يا رب. أول شي بدنا نبلش نقص الحامضات. حامضة يكون لونها أخضر، وأكيد بدنا نغسلهم. 3 حامضات صفر، ورح ندخل معهم ليمون. بدنا برش الحامض، نبرش الحامض الأصفر، نقطع الليمون. نحن رح ندخلها ليمون بس الطريقة الأصلية ما فيها ليمون. حبيبي بدنا نحط لها تقريبا كوباية سكر. بدنا نبلش نعصرهم بإيدنا هيك. بعد ما عصرناهم كتير منيح حنصب مي هلا، لأن احنا ما حنرخيها كتير. وهلا رح نغطيهم ونخليهم بالبراد تقريبا شي نص ساعة ياخدوا الطعمات المظبوطة مع المي. تعال ناخد حدون عبل ما يصير بدهم نص ساعة بالبراد. انت خايفة؟ هلا بنصفيهم بعد ما شلناهم من البرد. تركناهم نص ساعة. اوه هيدا اللون المطلوب. بتحطي لي هلا فوقهم زهر تقريبا معلقة طعام. بسم الله. اول شي بدنا ثلج. هلا بنصب الليمونادة. بسم الله. نعناع. طيب يلا حطي هاي. ميرسي. خلينا بالحامض. بسم الله. طيبة؟ صحتين. عن جد كتير طيبة كتير، يعني انتوا اذا جربتوا هاي الطريقة وما بتاخد ابدا وقت رح تعتمدوها على طول. كتير واو. قولي لهم هاي اطيب ليمونادة لبنانية فيكي يا مجرة، صح؟ هيدي الأح بتأكد على الموضوع. قولي لهم باي. رح تطفي الكاميرا. طيبين؟ ايه؟ مشربيني. انتوا اذا جربتوا هاي الطريقة وما بتاخد ابدا وقت رح نقضيها اخر الفيديو بس اح واح. يلا تعالي شيليه على راسي. لا رح ندخل عليه. وين رايحة؟ عم تقف عليها. كتير حامضة. تعالي. شلناهم من البرد.